إذا متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم، لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعلن رسميا إلغاء العقوبة التي كانت صادرة في حق مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي، بما فيها الغرامة المالية بعد استماعها لدفوعات الجامعة الملكية لكرة القدم. ونعم متابعينا الكرام، رسميا الكاف تلغي العقوبة التي كانت صادرة، هي عقوبة مجحفة غير منطقية لا أساس لها من الواقع في حق مدرب المنتخب الوطني المغربي، بل أكثر من ذلك تلغي حتى الغرامة المالية التي كانت ضمن نفس العقوبة، وذلك بعد تقديم الجامعة الملكية لكرة القدم لكل الدلائل والحجج التي تبرهن على أن الحكم وعلى أن القرار ديال اللجنة التأديبية هو قرار باطل ولا أساس له من الصحة. وهذا الحكم متابعينا الكرام يثبت على أن وليد الركراكي بريء تماما من كل تلك الإشاعات وكل ما نسب إليه من أنه تفوه بعبارات عنصرية وما إلى ذلك من هذه الأمور، والتي هي ليست موثقة ولا يوجد أي دليل على ذلك بأي شكل من الأشكال. الآن على ما أظن حسب رأيي المتواضع، أنا ما غاديش نقول الجامعة الملكية شنو خصها دير، ولكن الجامعة الملكية لكرة القدم على ما أظن خصها ترفع دعوة ضد اللاعب ديال الكونغو الذي قام بحركة غير أخلاقية. في نهاية المطاف شفنا على أن اللجنة التأديبية ديال الكاف تجاهلت كليا التصرفات ديال هذا اللاعب ديال منتخب الكونغو وما قام به بحركة غير أخلاقية، ثم ذهبت لتقوم بإصدار عقوبة ضد وليد الركراكي الذي لم يقم بأي شيء ولم يتفوه بأي شيء، بل أكثر من ذلك هو حاول فقط بكل روح رياضية مشي يسلم على المدرب ديال منتخب الكونغو وعلى اللاعبين ديال الكونغو قبل أن ينسب إليه شيء لم يقم به بالأساس. والآن لجنة الاستئناف تنصف وليد الركراكي وتنصف كذلك الجامعة الملكية لكرة القدم المشكورة على مجهودات اللي قامت بها من أجل أن تبرئ الاسم ديال وليد الركراكي وتلغي هذه العقوبة الغير منطقية والمجحفة في حق وليد الركراكي. إذا رسميا متابعينا الكرام، الكاف تلغي العقوبة ضد وليد الركراكي بعد قبول الاستئناف وقبول الحجج التي تقدمت بها الجامعة الملكية لكرة القدم، والتي برأت الاسم ديال الركراكي من أي من تلك الإشاعات والأكاذيب التي نسبت إليه والتي لا أساس لها من الصحة. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل.